السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ انا النهاردة سريعا كده في كام معلومة بسيطة. انا جاي اسير لك الجدل واقول لك ان مش كل اللي انت بتشتريه انت عايزه، او بمعنى اخر انت مش دايما بتشتري اللي انت مقرر انك انت تشتريه، ده انت احيانا بتشتري بناء على قرار حد غيرك، وبتدفع كل الفلوس عشان تحصل على الشيء اللي انت رايح تشتريه ده اللي هو غيرك مقرره لك. يعني انت هنا مسلوب الاراده غالبا في انك تشتريه او لا، او تشتري النوع ده بالذات او لا. طيب عشان ما ادخلكش في مصطلحات اداريه صعبه ومجعلصه وبتاع، طب ان احنا ناخد امثله على الكلام ده زي ايه؟ زي علاقتك بالدكتور والصيدلي. حضرتك بتروح للدكتور يكشف عليك، وهو اللي بيكتب لك في الروجيتا نوع الدواء اللي حضرتك يناسب حالتك، وانت بتروح تشتريه من الصيدلي. يعني هو بيكتب وبيقرر وانت بتشتري، والصيدلي بيبيع وانت بترجع تستخدمه. طب هو انت ينفع تشتري حاجه غير اللي الدكتور كاتبها لك؟ لا طبعا. هتقول لي ما انا ممكن اجيب بديل مثيل. ايوه انت ما بعدتش كتير، في النهايه مش هيبقى كاتب لك حاجه للبرد وانت هتروح تجيب حاجه للانيميا مثلا. يعني في النهايه انت بتشتري اللي الدكتور قرر ان هو يخليك تشتريه. ودي حاجه معروفه جدا في علم الاداره او في علم الماركتنج يعني. الحاجه التانيه مثلا، مثال، احنا كلنا راكبين عربيات، انت بتروح للميكانيكي هو بيشخص لك العربيه بعد الكشف عليها، ويكتب لك قطعه الغيار في ورقه، ويرشح لك نوع معين او صناعه معينه، وحضرتك بتروح تشتريها زي الباشا وتدفع فلوسها وترجع عشان تستخدمها. يبقى هو شخص الميكانيكي وانت اشتريت، وبتاع قطع الغيار باع عشان انت تستخدم، بس انت استخدمت مش الحاجه اللي انت عايز انك انت تجيبها. عندنا مثال ثالث، لو انت حتى سواق توك توك. سواق توك توك بيروح للميكانيكي، هو بيشخص له التوك توك محتاج ايه، بيرجع لبتاع قطع الغيار يجيب اللي الميكانيكي كتبه له، ويروح عشان يركبه عنده ويمشي عشان يستخدم التوك توك ويركب الناس وياكل عيش وكده يعني. عندنا مثال زي الطالب والاستاذ. الطالب والاستاذ، الاستاذ بيقول للطالب اشتري كتاب بيت باي بيت لان هو ده اللي هنشتغل منه السنه دي، اشتري كتاب الامتحان هو ده اللي هنشتغل منه السنه دي. طبعا بيت باي بيت والامتحان ده كان على ايامي، انا مش فاكر هو لسه موجود اصلا ولا لا، بس هو ده المثال اللي جه في دماغي يعني. فطبعا المدرس هنا قرر، وولي الامر راح اشترى، وبتاع المكتبه باع عشان الطالب هو اللي يستخدم. عندنا امثله كتير على الكلام ده حتى في صيانه البيت. الزوجه او مشتريات البيت، الزوجه هي اللي بتقول لحضرتك هات لي نوع الفيجيتار الفلاني، مش انت اللي بتبقى عارفه. حتى لو قدامك 100 نوع انت ما ينفعش تجيب اي نوع، هي بتبقى كاتبه لك في ورقه هات ده حار، هات ده بارد، هات ده مش عارف ايه، هات لنا من عند ايه. فانت بتروح تشتري وتدفع، لكن ما خدتش قرار بانك هتجيب ايه. المدام هي اللي خدت قرار وانت نفذته، وبتاع السوبر ماركت باع عشان هي تحطه لكم في الاكل وكلنا نستخدمه. حتى العلاقه ما بين المهندس والمقاول وصاحب الشقه. الراجل فينا بيروح او البني ادم فينا بيروح للمهندس عشان يبني له عقار، المهندس يعمل الرسومات بمزاجه، طبعا بعد اختيار، بعد ما بيعرض عليك الرسمه، انا اقصد هندسيا بالمواصفات اللي هو شايفها، ويتابع المقاول في تنفيذها. ما بيسالش حضرتك والله احنا هنحط 10 شكاير اسمنت ولا 8، هي المواصفات او الستاندرد لو كانت بتاخد 10 يبقى هتاخد 10. وانت حضرتك بتروح تشتري الاسمنت وبتحطه في العقار عشان تستلم الشقه وتعيش فيها. طيب الملخص من ده كله ايه، او الشاهد من كلامي ايه؟ اللي عايز اقوله النهارده ان مش كل مشترياتك بيزد على قرارك. احيانا بتكون انت مش اللي قررت عمليه الشراء، ولا اللي قررت اختيار نوع المنتج او البراند، ولكن انت ملزم بالقيام، انت منفذ لعمليه الشراء، وبتروح تعملها وبتقوم بيها وبتدفع الفلوس. وهنا ممكن انت كمان تستخدمها او ما تستخدمهاش. يعني انت مش شرط اشتريت غساله انت اللي تستخدمها، المدام هي اللي تستخدمها. مش شرط اشتريت كتاب بيت باي بيت او الامتحان ان انت هتستخدمه، لا ابنك اللي هيستخدمه.
مش شرط ان انا اشتريت اسمنت ان انا اللي استخدمه، لا، ما المقاول هو اللي هيستخدمه. اي نعم هو هيعود عليا بالنفع في الاخر في البيت اللي انا فيه، ولكن انا ما كنتش صاحب قرار الشراء، كان في طرف ثالث وسيط في الموضوع او طرف تاني في الموضوع هو اللي بياخد القرار، وانا بنفذه عشان انا استخدمه او هو يستخدمه او حد تبعي يستخدمه ويعود علينا النفع في الاخر. ويا رب تكون المعلومه وضحت، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.